كنت ماشي في الشارع عشان اعرف انا وصلت فين. فجأة الجي بي اس بيقول لي انا في الأوضة. طب ازاي؟ انا لسه في نص الشارع. هو الجي بي اس بيخرف ولا في حاجة غريبة بتحصل؟ طب اصلا الجي بي اس بيشتغل ازاي؟ تخيل انت واقف في الشارع، فتحت جوجل مابس وفجأة نقطة ظهرت زرقاء في المكان اللي انت واقف فيه. طب ازاي ده بيحصل؟ الموضوع كله بيعتمد على Global Positioning System، وده بنختصرهم في كلمة واحدة وهي الجي بي اس. وده نظام فيه 31 قمر صناعي بيلف حوالين الأرض باستمرار. الموبايل بتاعك مش بيبعت أي حاجة للأقمار دي، لكنه بس بيسمع الإشارات اللي بتتبعت منه. كل قمر صناعي بيبعت إشارة زمنية بتقول أنا هنا والساعة دلوقتي كذا. الموبايل بيستقبل الإشارة من 3 أو 4 أقمار على الأقل، وبيبدأ يحسب فرق الوقت بين كل إشارة والتانية، وده اللي بيسمح له يعرف المسافة بينه وبين كل قمر باستخدام تقنية اسمها ترايلتليشن. الموبايل بيرسم دوائر افتراضية حوالين كل قمر، والنقطة اللي الدوائر بتتدخل فيها هي موقعك بالظبط. بس استنى، ليه الجي بي اس أحيانا مش بيكون دقيق؟ لأن الإشارات ديت بتمر خلال الغلاف الجوي، وده ممكن يعمل لها تأخير بسيط. أو لو أنت في مكان مقفول زي جراج أو تحت الكوبري، الإشارات ممكن تتشتت. عشان كده الموبايل بيستخدم حاجات تانية زي شبكة الواي فاي وشبكة الموبايل عشان يحسن الدقة. يعني بعد كل ده لسه بتلوم الجي بي اس لما يظبطك في الشارع اللي قبلك بشوية؟ طب ما تحمد ربنا ان هو مش بيحطك في كوكب تاني. سلام يا فندينا.